تم عقد دورة استثنائية بطلب من السيد العام الإقليم. هذه الدورة هذه اللي شملت واحد المجموعة ديال النقاط، واحد المجموعة ديال في واحد العدد ديال المجالات، في اقتصادية، سياحية، ترفيهية في الإقليم. من بين أهم هذه النقاط أولا فيما يخص النقل المدرسي بالإقليم، تم التداول في هذه النقطة هذه فيما يخص استعدادات ديال النقل المدرسي للموسم الدراسي المقبل. والمجلس تداول فيما يخص بعض المسائل التقنية فيما يخص التأمين واستعداد يعني الأسطول ديال النقل المدرسي للدخول المدرسي إن شاء الله، وأن الأمور الحمد لله راه يعني في أحسن ما يرام، وإن شاء الله غادي نكونوا في الموعد باش نكونوا يعني مستعدين للدخول المدرسي. هناك نقطة أخرى خاصة في المجال السياحي. أولا فيما يخص المجال السياحي هناك برنامج مع مجلس الإقليمي للسياحة فيما يخص التنشيط على المستوى الإقليمي، بشراكة مع لاسميت ومع المكتب الوطني للسياحة ومع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لورزازات، واللي غيترسل لواحد المبلغ مهم ديال 21 مليون ديال الدرهم. هذا المبلغ هذا اللي غادي يتخصص للمجلس الإقليمي للسياحة، هو اللي غادي يقوم بواحد البرنامج عمل ديالو فيما يخص التنشيط في الإقليم. هناك أيضا استعداد للدورة 13 للمهرجان أحواش اللي كتنظمو جمعية ورزازات ايفنت. هذه الدورة هذه اللي إن شاء الله غادي يعني استعدادات على أحسن ما يرام، وعلى حسب يعني البرنامج إن شاء الله غادي يكون المهرجان الذي ينظم تحت الرعاية ديال صاحب الجلالة. إن شاء الله حنا كمجلس إقليمي دائما يعني في دعم مثل هذه الأنشطة. هناك نقطة مهمة أيضا اللي خاصة بالمشروع الجولف الملكي. هذا كان مشكل فيما يخص الشركة اللي كانت اقتنت واحد الوعاء عقاري اللي تنفيذ واحد المشروع سكني، إلى أن الظروف يعني الشركة ما احترمتش دفتر التحملات وما التزمتش يعني بواحد المجموعة ديال البنود ديال دفتر التحملات، يعني واللي يشكل إشكال يعني أنه هاد الناس هادو المستفيدين يعني تم يعني الوضعية ديالهم ما مسوياش، وهذا مشكل تقريبا ديال واحد 20 ولا 25 سنة. الحمد لله يعني في هذا وبمجهود ديال السيد العامل مشكورا حاولنا نتوصلوا بواحد اتفاق مع الشركه اللي كانت استفادت من هذا العقار، انه باش يرجع العقار للمجلس الاقليمي، وحنا كمجلس اقليمي غنسويو الوضعيه ان شاء الله مستقبلا مع جميع المستفيدين في هذا المجمع السكني. وغادي تكون حتى واحد التهيئه بالنسبه للجولف الملكي ان شاء الله، اللي غادي يرتقى لواحد المستوى ديال الجولف الملكي ان شاء الله على احسن ما يرام. هناك ايضا نقطه خاصه في التداول فيما يخص انتداب واحد المجموعه ديال المشاريع فيما يخص الماء الصالح للشرب لشركه ورزة للتهيئه لتنفيذ هذا المشروع. اما كما كتلاحظوا ان واحد المجموعه ديال الانشطه اللي تداول فيها المجلس اللي خاصه بالسياحه، النقل المدرسي، المسائل الاجتماعيه، الماء الصالح للشرب. يعني هذا يعني هادو النقاط اللي كتهم الساكنه ديال الاقليم. الحمد لله اللي حنا المجلس الاقليمي دائما يعني في قرب ديال الساكنه وفي تنفيذ المشاريع ديالنا.